اللي درت في ماليزيا واحد 9 دولار داز المحاضره مزيان. هذا السيد عنده 80 عام وواصل كاع داكشي اللي باغي يوصل ليه في الحياه وباقي كيحاسب راسو، وغير لو فيت انه جلس وحاسب راسو عرف الغلط فين كاين وغيصحو. ما ندويش على السياسه في وسط المحاضره. حنا فاش كنكونوا يلاه بادين خاصني نحاسب راسي على كلشي. شوف فاش كتكون يلاه بادي اي حاجه كنديرها خاصني نحاسب راسي عليها. النهار ديالي كيفاش كيدوز واخا نجلس ربع ساعه في الليل قبل ما الناس نجلس بيني وبين راسي ونقول كي داز النهار. الا ما كنتش داير خطه وما كنتش داير هدف واش عارف راسي مزيان ولا ما مزيانش. الا جيتي تحاسب راسك ما غتلقى ماش حاسب، حيت ما دايرش خطه وما دايرش هدف وما عارفش فين غادي وما دايرش واحد الروتين وما دايرش واحد الانشطه خصك تتبعهم، ما داير والو. دونك جيت ندوب معاك في العشيه واش داز النهار مزيان ولا ماشي مزيان باش غتعرفوا واش مزيان ولا ماشي مزيان، ما غتعرفش. ولكن الا جيتي غتقول انا الورقه اللي داير خصني ندير هذه وهذه وهذه وهذه، كوشي مكوشي 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 80% ديال الانشطه درتهم. الا درتي غير 60% برافو عليك. غير 60% ديال الانشطه اللي كنتي باغي دير في نهارك راك مزيان. جلستي جبتي الشبكه فلان شهرين ما شفتوش، فين هو هذا التليفون عيط ليه فلان فين مشى هذا فين هو. كاين اللي كيطلع عنده ستار ايجنت والله ما عارف واش طلع عنده ستار ايجنت ولا باقي ما طلعش، متبعش متبع وباغي تنجح وكيضرب معاك واحد 8 شهور وكيجي عندك كيقول لك راه ما بان والو صاحبي ما شفنا والو. الوغ كو الشيخ الشعراوي كلشي كيعرف الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه. الشيخ الشعراوي كان كيقول واحد المقوله اللي اثرت فيا بزاف. شنو كان كيقول لك؟ كيقول لك الجوارح تعمل والقلب يتوكل على الله. الجوارح شنو معناها؟ معناها الجسد يعمل والقلب كيتوكل على سيدي ربي. هو فعلا هذه النقطه اللي دوات عليها بزاف ديال الناس شادين الدين بالمقلوب. كيقول لك واه مولا ربي، وراه فعلا مولا ربي، ولكن ربي من الاسماء الحسنى ديالو شنو؟ العادل. انا فاش كنت صغير كانت الوالده اش كتقول لي؟ كتقول لي اسمع وليدي ياك الكفار كنقول لها كيضربوا تماره وكيديروا لاباس، ربي عادل اللي ضرب تماره كيعطيه، ما ضربتيش تماره ما غتاخذش، نوض قفض وطلع ضرب تماره. اما سيدي ربي تبقى تسنى في سيدي ربي، صلي صلاتك وقاد امورك مع سيدي ربي وخرج ضرب تماره، ولا ضربتي تماره ربي غيعطيك، ربي غيعطيك. المشكل هو شنو؟ هو انني نبدا نضرب تماره وفي الليل ما يجينيش النعاس. هنا فين كاين الخلل، ان القلب ما متوكلش على الله، هاز الهم للرزق ما نهزش لي الهم، ولكن ضرب تماره الهم القليب ديالي سيرتاح. وخصني نعرف اخر المطاف بان انا مسؤول على المجهودات وربي مسؤول على النتيجه. راه بهذا اللقطه راه عشتها 200,000 مره في حياتي. راه كنجري على بروجي لمده شهر ونص وما كيجيش، وموراها كنجري على بروجي اخر لمده شهر شهرين 3 شهور وما كيجيش. كتلقى في اخر السنه ضربت 4 بروجيات حتى واحد فيهم ما تشد. اقسم لكم يمينا الا الخامس كيجيب تليفون زيرو مجهود. حنا ربي كيقول لك راه داك المجهودات كامله اللي درتي انا غنعوضها لك هنا. ومن واحد الناحيه ربي كيخليك انك متواضع، ما كتقولش انا اللي جبتها، ربي اللي جابها. انت درتي مجهود وربي اللي جابها لك، راك ماشي انت اللي جبتيها، انت درتي مجهود فعلا ولكن ربي هو اللي جابها لك. هذه النقطه هذه نعقلوا عليها. ندوزوا للنقطه الثانيه اللي دوات عليها، هي النقطه ديال الراعي وديال السبونسور. هذه كنت طرات لي غير السيمانه اللي فاتت مع واحد السيده جات عند الصادقي قالت لي انت هو الصادقي؟ قال لها الطريقه باش قالت ضحكات. قالت لي انت هو الصادقي؟ قال لها قالت لي فين الباران ديالنا؟ انت هو القائد ديالنا فين؟ ما شفناكش، قلبوا عليك ما لقيناكش. سي الصادقي بالخبره ديالو قال لها ولا اله الا الله وخرج بحال وما جاوب. انا بقى فيا الحال صراحه وانا جرى عندك. قلت لها لا قلت لها هاد السيده قالت لي قلت لها ستار روبي مع الصادقي قلت لها واش الصادقي هو اللي طلعها ستار روبي؟ قالت لي وراه هو اللي خدم معاها. قلت لها غلط. قلت لها هاد السيده من نهار عرفتها النهار الاولاني غاده ب 260 كيلومتر في الساعه. قلت لها عرفتي الدور ديال الصادقي فين جا؟ قالت لي فين؟ قلت لها شدها من هنا وقال لها دوزي من هنا باش ما تدخليش في حيط. هذا هو الدور ديال الصادقي. دار 20% من الخدمه، هي 80% دارتها هي. مشات كتقلب، مشات كتفرج في محاضرات، مشات كتبحث، جابت الناس. الصادقي اللي جاب لها الناس هي اللي جابت الناس. وهذيك السيده بالضبط الصادقي جلس نقدر نقول لك 15 لواحد، جابت 15 لواحد جلس معاهم شرح لهم. مورا 15 ما بقاش كيشوف من عندها شي واحد، طلعت ستار روبي 15 لواحد، ولكن كتجيبهم وكتجلس كتسكت وكتسمع. مورا ديك ال 15 لقات راسها جمعات بزاف ديال المعلومات، ما بقاتش كتجيب الناس، كتجي كنلقاها جالسه تما مريحه مع الناس وخدامه. فاش كتوحل مع شي واحد تعيط لي انا، تعيط للسي صادقي، قضي غرات سير خفيفه. ولكن المجهود 80% شكون اللي دايرو؟ هي اللي دايره المجهود. هذه راه قلناها اليبوك، قلناها اليبوك. يقول لك الا شديتي واحد الانسان وقلتي راه غننجح هذا البنادم هذا ولا نموت، غتموت وما غتنجحوش. هذا عبد ربي الضعيف، هذا عبد ربي الضعيف. اول شركه ديالي درتها مع جوج الملايريه وما نجحاتش، ودوك جوج الملايريه قالوا لي ريح اخويا ياسين احنا وراك تدير العار، وما درتش العار. علاش؟ لا يعني باقي عندي عادات سيئه. ضربت تماره، ماشي ما ضربتش تماره، كنت كنطلع وكننزل، ولكن كان عندي بعض العادات السيئه اللي خصني نخدم عليها ونغيرها بعادات زوين. فهمتي؟ باقي ما خدمتش على راسي في واحد الناحيه الروحيه. دونك كنت باقي ما مستعدش للنجاح. ديك الساعه ديبريمي تحت الارض. ولكن من بعد فاش بديت كنحل عويناتي وليت كنقول كون درت الملاير ديك الساعه كون قفرت، كنتش كنعرف نتعامل، كنتش كنعرف هادي، ما كنتش كنعرف هادي، ما كنتش كنعرف هادي، ما كنتش كندير هادي. النظره ديالي في الحياه ديك الساعه كانت مبدله، ما كايناش خبره. يعني ربي رحماني مني ما يسرش لي في ديك الطريق، لعله خير. فهمتي؟ والخير ديالو
ما كتعرفوش. كاين واحد الاحداث اللي كيبانوا لك من بعد كتعرف السبب، كاين بعض الاحداث اللي ما كتعرفش السبب. ولكن النقطه اللي زوينه، وهذه بزاف الناس كيقولوا لي ما مزياناش، انا كنقول لهم مزيانه، وانني فاش كندخل لشي حاجه كندخل لها بالجسد ديالي وبالروح ديالي وبكل شيء، وكنعطي فيها جهدي كامل. هذه انا فيا في الخدمه وفيا حتى في العلاقات مع الناس. وانا نقول لكم النقطه الايجابيه، جوج نقاط ايجابيين اللي فيها. اول نقطه ايجابيه هو انها من بعد فاش كتفشل ما كندمش، بقاش فيا الحال، كندرت كاع داكشي اللي عليا. هذه الاولى. الثانيه هي انه الا كانت ديك القضيه ما خداماش، ولا داك الشخص ما خدامش، ولا ديك البنت ما خداماش، غنعرف بالزربه. ما غنضربش عام عامين باش نعرف، غنعرف 3 شهور حيت مشيت بالجهد. فاش كنحط واحد المشروع قدامي وكنخدم عليه بكاع الجهد اللي عطاني سيدي ربي، الا كان مشروع فاشل غيبان في 3 شهور، ولا مشيت غير بشويه الا كان مشروع فاشل غيبان في عام ونص. راسي ضيعت عام ونص. الا دخلت في علاقه مع واحد الانسان وعطيت كاع داكشي اللي عندي، الا كان داك الانسان ماشي ديالي غيبان في 3 شهور، ولا مشيت غاب شويه غيبان في عام ونص عامين. غنلقى راسي ضيعت عامين مع واحد الانسان اللي ماشي ديالي. فهمتيني؟ يعني هادو بعض النقاط اللي تحط قدامي مشروع، ما نمشيش بداك الضعف ديال النيه غنجربوا وغنشوفوا شنو. ما كاينش غنجربوا، غنحطها قدامي وغنخدم عليها ليل ونهار. الا كانت ليا وربي داير ليا فيها الخير راه غنطول فيها وغادي ننجح. ما كانش ليا راه غيبان ليا الضوء. 3 شهور غيبان ليا الضوء، نلقى راسي ما ضيعتش الوقت. 3 شهور غيتحلوا عينيا، غيبان لك البلان واش ديالك تكمل فيها ولا ماشي ديالك. ماشي تبقى كيقول لك حط رجل في الماء ورجل في اليابسه باش ما تغرق. لا سيدي خليني نغرق، انا عزيز عليا نغرق. وكاع داك الغرق كله فادني في بزاف ديال الحوايج. حنا الطبيعه ديالنا هاد القضيه خصنا نعرفوها مزيان. المشاعر، حنا انسان عاطفي، الانسان دارنا سيدي ربي عاطفيين، والدور ديال هاد العاطفه مهم جدا وحنا ما عارفينش. كنقول انا كنحس بالحزن، وشنو الهدف ديال هذا الحزن؟ ولكن خصنا نعرفوا بان الذاكره ديالنا كيفاش كتخدم. كيقول لك العيالات كيتفكروا احسن من الرجال، ياك علاش؟ حيت العيالات عاطفيين، والدماغ ديالنا شنو كيتفكر؟ الذاكره